ايوه احنا نادي الزمالك، احنا النادي اللي لو ما لقيش اثاره ممكن يركب الفرعون اللي على الشعار كده طياره. في ايه يا جدعان؟ يعني من يوم وليله كده ننام نصحى نلاقي جروس مشي، والمفروض انه بيدرب دلوقتي، وعارف ان هو مش هيلعب الماتش ده، هيدرب ازاي؟ يعني قول لي ايه احساسكم، حط نفسكم مكان الراجل اللي هو اصلا ما بيفقهش كوره ومبطل بقاله فتره بالنسبه لنا يعني. تمام، بس مفيش احترام خالص. انا عايز اعرف فين مدير فني تاني عنده شخصيه عنده كرامه هيرضى يتعاقد معاكم تاني؟ انتوا كاداره طبعا ابدعتوا في كل انواع الفشل. تمام، بتكملوها ازاي بالطريقه دي؟ اللي هو انت بتمشي مدرب وجايب مدرب اصلا يعني مع نيجيريا وصل نهائي افريقيا بسبب لوكمان وسمين، يعني هو ما فيش فكر فني الثاني. وايام ما كان في الاهلي كان معتمد على طريقه لعب عبد العزيز عبد الشافي اللي كسب بيها السوبر قصاد الزمالك وكمل بيها هو نص الموسم ومشى وراح بالبرتغال. تمام، فيعني ما شاء الله انت ما جايبش المدرب العالمي اللي هو تخلي مدرب زي كده تطلع وتمشيه. طيب انت دلوقتي هتطلب من بيسيرو ايه؟ هنفضل نستنى من لما اللعيبه تتعود على لعبه من مش عارف ما ايه؟ تاني برضو زي ما قعدنا نقول مع جروس، ما شاء الله الدوري مش هنلحق فيه، هو الدوري 9 ماتشات و5 ماتشات وخلص الدوري، منهم 9 ضيعناهم في ان احنا منا ما تبديل جوميز بجروس، ونيجي نبدل دلوقتي جروس بجوزيه بيسيرو. ما شاء الله يعني احنا بنبدع.